بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عبد الرحمن كعكة: لماذا اتهمنا الجولاني بالعمالة؟ وردا على المزكين له. أولا، أبو محمد الجولاني مجهول العين والحال، وكتم نفسه عن أهل الشام دهرا، وهذه طريقة من يخفي شيئا، كما هي عادة الجواسيس والمخترقين حتى لا ينفضح أمرهم، ولو كان عدلا لما أخفى نفسه. ثانيا، أبو محمد الجولاني كان من خاصة محمد قول أقاسي الذي كشف أمره مؤخرا بأنه ضابط في المخابرات السورية في الأمن العسكري، يعني عند آصف شوكت. ثالثا، مشروع جبهة النصرة عندما تأسس جاءنا به رجل يدعى أبا عثمان العراقي عندما كان زائرا إلى السجن، وعرض علينا إنشاء مشروع جبهة النصرة، وقال أنه عقد صفقة مع الأمن العسكري في فرع 216 الدوريات على أن يخرجوهم من السجن، على أن يشكلوا تشكيلا جهاديا في الشام، وهذا الاتفاق كان بعد المظاهرات مباشرة. وكان بحسب قول أبي عثمان 11 عراقيا في السجن، فأبرم اتفاقا مع الشباب من تنظيم القاعدة على أن يعلنوا تشكيل جبهة النصرة، وأن يربطوه بمعارفهم خارج السجن ومن يخرج منهم، فأعلنوا وقتها تشكيل جبهة النصرة، وصاروا يتفاخرون بهذا التشكيل ويتبجحون. وكان من بينهم ولد جزائري عمره لا يتجاوز 24 سنة، علما أن هذا الغلام كان زعيم الاستعصاء في سجن صيدنايا، وهو أمير من أمراء تنظيم القاعدة في العراق بحسب ما يدعي مناصروه، وحكم عليه بالبراءة من فتنة صيدنايا، في حين أن من اعتزل الفتنة وقتها حكم عليه بالإعدام، وبعضهم حكم عليه بالمؤبد. لكن هذا الجزائري الذي ربط الناس بالعراقية يخرج من السجن بعد افتضاح أمره بين الناس في سجن عدرا أنه يتعامل مع أبي عثمان العراقي، وهو يعلم أنه عميل لنظام الأسد لما فضحه من يعرف حال أبي عثمان هناك. ثم فجأة صرنا نسمع حكايات الجولاني وتبنيه للعمليات التفجيرية في دمشق بهذا الاسم الجديد. رابعا، أبو محمد الجولاني كان تلميذ أبي بكر البغدادي باعترافه، وأنه والبغدادي على دين واحد وعقيدة واحدة ومنهج واحد، وأنه أرسله إلى الشام لنصرة أهلها ولتشكيل هذا الكيان الذي سيخلص الأمة من وطأة النصيرية. وفي الواقع أنه كان جسرا لعبور العملاء والغلاة إلى الشام، وبدأوا بقتل المجاهدين اغتيالا وتفخيخا واستحلالا لأموالهم وأعراضهم. خامسا، أنه أعلن انتماءه لتنظيم القاعدة، في حين أن نظام الأسد كان يلهث وراء دليل لتوريط الثورة السورية بهذا التنظيم الخبيث الذي يتخذ دائما ذريعة لقتل المسلمين، وذلك لأكثر من 20 مرة، وأصحابه لم يشفقوا على المسلمين بكف بلائهم عنهم، فهذا لا يخرج إلا من عمل عدو للإسلام والمسلمين، أو من جاهل لا يعرف يمينه من شماله، وهذا أقل أحواله، أو مثله لا يجوز أن يتصدر لقيادة البهائم فضلا عن قيادة مجاهدين يريدون الله والدار الآخرة. سادسا، الجولاني يتبنى العمليات التخريبية، وذلك قبل كل مؤتمر يعقد بين المعارضة والنظام أمام العالم، ليكون زادا لبشار الأسد وحجة له يستدل بها أن عندنا إرهابيين يفجرون ويقتلون، مثل عملية تفجير الميدان دمشق، بعد أن فضح الإعلام العالمي إعلام نظام بشار الأسد وأنها فبركة افتعلها النظام ليجعلها دليلا على دعواه. وعندما أروه بالصور كيف يضع شبيحته الأكياس عند أشلاء الناس، وكادوا يجمعون أن الأسد هو من فعل هذا، وإذا بالجولاني يخرج باسمه ويتبنى العملية فأسكت العالم. وكذلك عملية القزاز التي راح ضحيتها 400 مدني في الطريق، بحسب ما حدثني رجل يعمل في مشفى المجتهد، ووجد من بين القتلى أناس في السيارات مكبلون في أيديهم إلى الخلف بحسب ما نشر وقتها على الإعلام، وأن نظام الأسد أراد أن يبرهن على وجود إرهابيين في سوريا، وأراد تصفية بعض المعارضين له بهذه الطريقة، وأراد أن يزهد الناس بالثورة والمظاهرات السلمية،
وكادوا أن يجمعوا أن الأسد هو من افتعل ذلك، وإذ بالجولاني يتبنى العملية بصوته، وبعدها مباشرة يطبل النظام لذلك، ويضع هذا الخبر على أولى صفحاته بالخط العريض، فيصاب الناس بخيبة الأمل. ومثلها أيضا عملية شارع بغداد، حيث فجرت سيارة في مناطق المدنيين ومساكن النصارى هناك، وراح ضحيتها عشرات القتلى كذلك، ولم أقف على العدد. وسلط الضوء أيضا على هذه الجريمة، فالنظام يقول هناك إرهابيون، والمعارضة تقول النظام هو الذي فعل. وبعد أن اقتنع كثير من الناس بأن يد النظام هي التي اقترفت، وإذا بالجولاني يتبنى العملية بصوته. فهذه نماذج 3 من مئات النماذج التي تدل على أن الجولاني عدو لأهل الشام وثورتهم. 7. انسحابهم من الجبهات الساخنة عند الشدائد، أولها انسحابهم من درعا، وأعقب ذلك أن خلفوا، وانسحابهم من خان الشيح ومن تل منين، مع أنهم كانوا القوة الضارية في هذه المناطق، فكيف يستحلون الفرار من الزحف ويتركون المسلمين إلى مصائرهم؟ وكذلك إسقاطهم للقلمون الغربي بعد أن عاثوا في الأرض الفساد، واتخذوا سياسة الإقصاء والقتل للمخالفين. 8. تناقضات يقعون بها تدل على أنهم يخفون خلاف ما يعلنون، من ذلك قتالهم لداعش، يظهرون أنهم يقاتلون داعش، ويزجون الشباب من الفريقين ليقتل بعضهم بعضا، والخاسر من المعركة هم أبناء المسلمين، فيقتل الرجل أخاه وابن عمه وذا قرابته تقربا لله عز وجل. ومن جهة أخرى يدافعون عن داعش ويقاتلون معهم في صف واحد، كما حصل في القلمون الغربي عندما دافع أبو مالك التلي عن الدواعش هناك، وأعلن ولاءه لهم وأنه حرب على من يقاتلهم، وآواهم ونصرهم. وكذلك جبهة النصرة في جنوب العاصمة عندما ناصروا دواعش الحجر الأسود، وحاصروا المجاهدين معهم، وقتلوا من قتلوا، حتى سقط في يد داعش كل من الحجر الأسود ومخيم فلسطين ومخيم اليرموك والتضامن إلى ساعتنا هذه. وكذلك وقوف جبهة النصرة على الحياد بزعمهم في الغوطة الشرقية، عندما قاتل جيش الإسلام خوارج داعش قالوا نحن لن نقاتل مع أحد. ولما من الله علينا بكسر قرن داعش، هنا أوهمتنا النصرة أنها تلاحق فلولهم أمنيا، وقتلت منهم عددا، وأرسلوا إلينا بطريق غير مباشر أنهم قتلوا أبا بكر مصرابا، فنتفاجأ بأن أبا بكر مصرابا ينعم في الرقة بأحضان أسياده هناك، ومثله كثير. وأقرب مثال إلى ذاكرة أهل الشام إيواؤهم لخوارج جند الأقصى بعدما قتلوا ما قتلوا من المجاهدين، وفجروا وخربوا البلاد مع قيام الأدلة القاطعة على مبايعة جند الأقصى للبغدادي، ثم قزموا جريمتهم وافتعلوا انشقاقا في هذه العصابة الخارجية الحرورية. وانحاز في الظاهر فئة منهم سموا أنفسهم لواء الأقصى ليغسلوا عار تلك الجماعة، وليمتصوا غضب المسلمين الذين اكتووا بنارهم. ثم كافأهم الجولاني بأن أمنهم إلى الرقة، حيث مأرز سيده البغدادي الذي يشاركه في العقيدة والمنهج، والخلاف بينهم كاختلاف أهل البيت الواحد. 9. طعنهم بالمجاهدين بمدينة حلب عن طريق المبايعة لهم سرا، أو المناصرة لهم على الأقل، حركة نور الدين الزنكي، علما أن هذا الفصيل أبلى بلاء حسنا في المعارك، شأنه كشأن كثير من المجاهدين الذين اغتروا بالجولاني وأضرابه، وذلك عند اشتداد المعارك في حلب، والقصف الهمجي من الطائرات الروسية، والقصف المدفعي، وقلة النصير وتكالب العدو. نتفاجأ بالاعتداء على تجمع فاستقم الذي يرابط على 70% من جبهات حلب الداخلية بحجج واهية كبيت العنكبوت، فاضطر المجاهدون للدفاع عن أنفسهم ورد صيالة من طعنهم في ظهورهم، فما استطاعوا بعدما قطعوا أوصال طريق إمدادهم واعتقلوا قادتهم، فنتج عن ذلك كسر الخط الدفاعي الأول الذي كان يرابط عليه هؤلاء الرجال.
والكل يعلم أن كسر خط الدفاع يعتبر قاسمة ظهر يصعب علاجها إلا ما شاء الله، وبدأت تتراجع الجبهات هناك، ثم اعتدوا في الجولة الثانية على فيلق الشام وجيش الإسلام حتى انحصر المجاهدون ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا، فسقطت حلب. وأول فصيل خرج في الباصات الخضر هناك هو جبهة النصرة، وخذلوا المجاهدين هناك مما أضعف عزائمهم، فسلمت حلب للرافضة والنصيرية. ومثل هذه المآسي كثير. 10. الهدن التي يعقدها الجولاني وجماعته سرا، فسرعان ما يكشفها الله عز وجل، وتجدها بعد فحصها أنها خيانة محضة لا تصب في مصلحة المسلمين، كهدنة التل التي كان يتمتع بها جماعة جبهة النصرة قبل غيرهم، لأنهم منشغلون بالتجارة في أقوات المسلمين. ومثلها هدنة كفري والفوعى مقابل الزبدان ومضايا في الجولة الأولى. فكان نتيجة ذلك أن تلك البلدتين عنده تنعمان بالأمن والوفير من الطعام، ويمنع منعا باتا استهدافهم، في حين أن البلدتين هنا الزبدان ومضايا أهلها يموتون جوعا، والقصف لا يهدأ عنهم والبلاء مستمر عليهم. ثم أخيرا هدنة جديدة تتضمن إخراج أهل السنة من الزبدان، وإرسال الرافضة إلى الشام دمشق ليعززوا تواجد الرافضة فيها، لكن المفاوض اليوم هو إيران والنظام النصيري، ولو أنه يريد مصلحة المسلمين بهذه الصفقة لترك أهل مضايا والزبدان يختارون خيارات عديدة، إما المصالحة وإما التهجير القسري بدون تفاوض كما حصل في سائر البلدات، وإما الصبر على الجهاد. وأما اقتحام كفري والفوعى وأسر من فيها وإرغام إيران والحلفاء على الخروج من سورية كلها كما فعل الشيشانيون عام 1995 ميلادي، حين أرغموا روسيا على الانسحاب من الشيشان بالكلية بسبب أسرهم 900 روسي وقتها، فما بالكم بأن 30,000 أسير في متناول يده، وهم من جنسيات مختلفة، وفيهم من النخبة الإيرانية وحزب الله وغيرهم. هذا غيض من فيض يقضي بالحكم عليه وعلى من على شاكلته بالعمالة والخيانة لأمة الإسلام. وأسأل الله أن يقسم ظهر المنافقين وأن يفضحهم بين الخلائق، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.